إلياس المالكي أفضل مؤثر مغربي. إلياس المالكي الذي قال في أحد الفيديوهات أن المرأة خصنا نديرو لها سداري في الكوزينة وخصها تعنف. هذا هو أفضل مؤثر في المغرب. عرفتوا علاش؟ ضد فيكم يا المناضلين ويا اللي كتنشروا التوعية الحقيقية. احنا غادي نحطوا لكم إلياس المالكي كأفضل مؤثر في المغرب. تخيلوا معي، غادي نفتح واحد القوس هنا باش نقول لكم أن على هذه القناة كيدخلوا مغاربة فقط باش يحاربوا التعاليق ديال الجزائريين، وكيدخلوا المغاربة اللي العقول ديالهم فارغة ما كيسمعوش حتى الفيديو، كيدخلوا باش يكتبوا سيريال هاربة، سيريال قهوية، سيريال أم شنطة، انتي بلاصتك الكوزينة، الى اخره السب والشتم. ما كيسمعوا لا فيديو لا والو، كيدخلوا فقط باش يديرونجوك وباش يديروا لك ديسلايك، لانهم ما راضيينش قدام الجزائريين، وفي نفس الوقت ما كيتقبلش ان امراه كدير فيديوهات ديال التوعيه. بقى عندنا العقليه الذكوريه كما كتلاحظوا على مواقع التواصل الاجتماعي، كتلقاي الفيديوهات ديال النساء اغلبها كيدخلوها فقط النساء، والفيديوهات ديال الرجال كيدخلوها الرجال وبعض النساء. وبالتالي كتلقاي الرجل ملي كيشوف شي امراه فاتح دايره فيديو كتهضر فيه على التوعيه، هو ما فاهمش اصلا اشنا هي التوعيه. عندنا عقول فارغه كتدخل تكتب تعليق فارغ بحال دماغه، ما كيسمع، ما كيناقش، ما كيحلل، ما كيستوعب، ما والو. هو داخل فقط باش يعايرك وباش يحطمك وباش يهرسك، لان بقى ما عندناش هذيك العقليه ديال كيف المراه كيف الراجل. المراه عندها عقل كيفكر، ممكن تكون محاميه، ممكن تكون طبيبه، ممكن تكون استاذه، ممكن تكون احسن منك واذكى منك اي الرجل المريض اللي كتدخل تكتب تعليق فارغ بحال عقلك، لانك باقي ما وصلتيش لهذا المستوى ديال الوعي باش تفهم بان كاين نساء، كاين حقوقيات، كاين معارضات. نتوما ما كتخليو اللي يناضل، ما كتناضلوا، ما كتخليو اللي يناضل. ما عندكش دماغك فارغ فيه غا سيريال هريبه، سيريال ام شنطه، سيريال متقوبه، سيريال فاعله، سيريال تاركه. علاش كيهضر المغربي بحال هكا؟ المغربي اللي كيهضر بحال هكا كيكون فارغ، كيكون دماغه فارغ، ومن خلال التعليق ديالو كتلقيه فارغ. وبالتالي انا كنمسح التعاليق اللي فيها السب والقذف، والتعاليق اللي ما كتساهم في حتى شي حاجه. تعاليق اللي ما كتساهم في حتى شي حاجه يتم حذفها. تعاليق اللي فيها السب والقذف فقط كتدخل باش ديرونجي هاد القناه، فاما ما خاصكش اصلا تدخل لهاد القناه، لان القناه ماشي لامثالك. مع الاسف العقليه المغربيه مازال خاصها بزاف الخدمه. وعلاش انا كنهضر بحال هكا؟ وعلاش غادي نقول لكم ربط موضوع إلياس الماجدي بموضوع المرأة المغربية، وغادي تفهموا علاش إلا سمعتوا الفيديو كله، فضلا وليس أمرا. فضلا وليس أمرا. أنا كنتمنى تسمعوا الفيديو كله وتستوعبوا الكلام اللي غادي تسمعوه، سواء مني سواء من أحد المسؤولين، وغادي تعرفوا علاش إلياس الماجدي عنده علاقة وطيدة بالمرأة المغربية أو بالأم المغربية، وعلاش المسؤولين عندهم علاقة بهذا الموضوع. هنا في أوروبا كتلقاي العقلية ديال الرجال ماشي بحال العقلية ديال الرجل المغربي. هنا كتلقاي الرجال كيدخلوا يستمعوا القنوات نسائية كتناقش مواضيع اجتماعية، وبكل فخر كيدخلوا كيستمعوا كيناقشوا وكيحللوا، لأنهم عارفين أن المرأة هنا في أوروبا متعلمة مثقفة واعية، وبحالها بحال الرجل ما كيختلفوش. في حين كتلقاي عندنا العقليه الذكوريه باقا طاغيه، وباقي الراجل ما كيتقبلش المراه تكون عندها شخصيه مستقله او تكون عندها شخصيه قويه. وكذلك كما قالت بعض الفنانات او بعض الممثلات المغربيات، قالت ان الشخصيه القويه تخيف الرجل وتخيف ايضا بعض النساء، لانها كتعكس لهم داكشي اللي ما قادرينش يديروه هما. كنتمنى تكونوا شفتوا الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث من فيديوهات المرأة المغربية والزواج المختلط.
درت الفيديو اجزاء باش ما يكونش طويل، لان يوتيوب غادي ما غاديش يخليني ندير الفيديو فيه ساعه. والبنات ما تبقاوش تقولوا حتى نقراو حتى نتخدموا، ما كاين لا قرايه. شوف كل شيء ممكن ديروه ملي تزوجوا، ولكن الا فاتكم الزواج ما غتنفعكم لا قرايه لا حتى حاجه، غتبقاو بوحدكم فهمتي، ولا بحال بلارج. واش تواصلتي مع بلارج وقال لك انه يعيش حياه تعيسه؟ تواصلتي معاه، هضرتي معاه؟ الله ينعل لي ما يحشم. انت بنتك صيفطتيها لدوله اوروبيه تقرا، وملي ترجع غتلقى ليها بلاصه مزيانه. وبنات الشعب قول لهم سيروا تزوجوا، ما تقراو ما والو، بقاو مكلخات وبقاو ستوبيد، بقاو غبيات، وفكروا فقط في الزواج والانجاب والتكاثر باش انت وامثالك يستعبدوهم. نتوما باغين الاغبياء، باغين الشعب يكون كله غبي، باغين الشعب كله يكون بليد، باغين الام مدرسه، باغين تمحيو هذيك الام مدرسه، باغين الام تكون اميه، تكون غبيه، تكون تفكر فقط في الانجاب بحال الحيوان. سمعتي؟ تكون كتبيض صافي. هذا هو الدور ديال البنت، هذا هو الدور ديال البنت. ولادكم نتوما قريوهم في اوروبا ويجيو يعطوهم بلايص واعرين، لانكم نتوما باغيين تبقاو اسياد والشعب خاصو يبقى عبيد. انت راكب في طوموبيله واعره من ثروات الشعب، المسؤولين كلهم مبرعين من ثروات الشعب، كلهم فكروا في ولادهم عيشوهم برا وشراو لهم دي زابارتمون في اوروبا، وملي تيرجعوا للمغرب كياخذوا مناصب باش يحكموا. انتوما باغيين الغنم، باغيين تحكموا الغنم، هادشي اللي باغيين. نتوما باغيين الشعب داير بحال الغنم، نتوما ما باغيين الشعب، نتوما ما كتسعاوش الى تطوير الشعب، نتوما ما كتسعاوش الى توعيه الشعب، نتوما باغيين ترجعوا الشعب حيت شفتوه بدا كيفيق، باغيين ترجعوه الى التخلف والى الوراء. حنا ما جيناش هاد الحياه باش نبقاو متخلفين. سمعتوا بحال هاد الميساجات هما اللي كيخرجوا على بزاف البنات. عندك بحال هاد الميساجات كيربيو امهات متخلفات، والام اللي كتولد بنتها كتربيها على التخلف، كتربيها على الزواج والانجاب. ما تفكري تقراي، ما تفكري تخرجي، ما تفكري توعاي، ما تفكري تبغي تمشي عند شي محامي ما تعرفي تهضري معاه يقولبك، تبغي تكتبي يكتبوا لك شي عقد ما تعرفي تقرايه، اي حاجه ممكن يقولبك فيها، لانك ما كتكوني لا قاريه لا واعيه لا حتى شي حاجه، ما كتكونيش مستقله، ما كتكونيش انديبوندونت. ضروري خاصك شي واحد يترجم لك، ضروري شي واحد خاصو يشرح لك. انت ما خاصك تكوني كتفهمي والو، انت خاصك تكوني تخلقتي بحال شي مشا كتولد صافي، بحال شي حيوان كنزوجوه باش يجيبوا ولاد. باش خاصنا نجيبوا لهم العبيد، حنا خاصنا نجيبوهم العبيد باش هما يتحكموا في العبيد، باش هما يخدموا العبيد، باش هما يبقاو اسياد والشعب خاصو يبقى عبيد. هذه هي الديكتاتوريه، هذه هي استراتيجيه الديكتاتوريه. اما في البلدان اللي حنا عايشين فيها مواقع التواصل الاجتماعي ولات عامره دي بسيكولوج. اش كيديروا هاد لي بسيكولوج؟ انا نقول لكم اش كيديروا، كينصحوا الناس بانهم يبقاو يقراو، والمراه خاصها تبقى تقرا، وماشي ضروري تفكر في الزواج، وممكن توصل 40 عام وتولد. هكا هادو هما الميساجات اللي كيعطيو. كينتقدوا هادوك الانفلونسر كلهم، كينتقدوا كيقولوا ما تبقاوش تفرجوا في هادوك الانفلونسر وتسحبوا الحياه راه ما عرفتش شنو هي، كيمثلوا لكم هذيك الحياه الورديه. خاصك تقراي وتعتمدي على راسك وتفكري انك تنجحي وديري كارير. الزواج وقت ما جا، الانجاب وقت ما جا ماشي ضروري. انت خاصك تكون عندك تاتي واحد القيمه في المجتمع كتساهمي بها. اما هاد البلدان الديكتاتوريه، هاد البلدان اللي باغيين يبقاو هادو نرجسيين، هذا نقول لكم هادو كلهم هاد المسؤولين هاد اللي كيبغيو يبقاو اسياد، هادو كلهم كيكونوا مرض بالنرجسيه، وكيكونوا دي بسيكوبات، كيكونوا فيهم جميع دوك الامراض ديال التسلط وديال الجشع وديال خصهم يسيطروا عليك باي طريقه، ينشروا الغباء. دابا راه دايرين عاطين وسام لاكبر تافه على مواقع التواصل الاجتماعي. اكبر تافه في المغرب
دخلوه للسجن وخرجوه، ودابا عطاوه وسام على انه احسن مؤثر. عرفتوا علاش داروها؟ باش يغطيو على التوعيه الحقيقيه. ما باغيش الناس توصلها فيديوهات التوعيه الحقيقيه، خاص الناس توصلها فيديوهات حقيره، فيديوهات واحد تافه، واحد متخلف، طريقته في الهضره متخلفه، كله متخلف، دماغه فارغ. بحال هادو باغين هاد النماذج هي اللي تبقى محتكره مواقع التواصل الاجتماعي، وكيحاربوا جميع انواع الناس اللي كتنشر التوعيه الحقيقيه. هما ما باغيش الشعب يولي واعي، هما باغين المراه سواء يزوجوها سواء يصيفطوها تقحب، غنقول لكم بهذه الطريقه، سواء يزوجوها وتكون اميه سواء يصيفطوها تقحب. صافي هادشي اللي كاين. وباغين مواطن كيخدم، باغين راجل كيخدم كي الحمار وكيشد جدريال، كي الحمار وكيشد جدريال. واخا يكون كيشد جدريال خاصك تقبلي عليه، واخا يكون كيشد خاصك تقبلي عليه، لان هما اصلا ما باغينوش يولي يربح مزيان. هما خاصهم الفلوس يخليوا عليهم، هما اللي خاصهم يتبرعوا، وهما اللي خاصهم يتمتعوا، وهما اللي خاصهم يركبوا في السيارات الفاخره، وهما اللي خاصهم يعيشوا في المنازل الفاخره والقصور. وولادهم خاصهم تكون عندهم تاهما سيارات فاخره ومنازل فاخره، ويدوزوا لي فاكونس في بلايص فاخره، ويتبرعوا ويتمتعوا لهم مع راسهم. وولاد الشعب كيقولوا لهم فكروا في الزواج وما تفكروش انكم لا تقراوا ولا توعاو. علاش؟ لانكم لا قريتوا وعيتوا غادي تبداو تنتقدوا المسؤولين، وغادي تفهموا ان المسؤولين هم الا شفاره ديال الخلا، ما هم الا مراد نرجسيين متسلطين باغين السلطه وباغين العبيد. هادو هما الناس النرجسيين، باغين السلطه وباغين العبيد. هما ما يقدروش يعيشوا بلا عبيد، خصهم العبيد اللي يخدم عليهم، وهما خصهم يحتكروا الثروات ويسرقوا الثروات ويتمتعوا بهم هما وولادهم. اما ولاد الشعب خاصني نقول لهم ما تقراي ما تفكري في حتى شي حاجه، خاصك تبقاي حماره، خاصك تبقاي مكلخه، خاصك التفكير الوحيد اللي خاصو يكون عندك هو انك ملي توصلي ل20 عام الماكسيموم 25 عام خاصك تكوني ديجا متزوجه وكتولدي. ماشي مشكل تزوجي بمغربي، ماشي مشكل تمشي تلوطي حتى للهند حتى لزامبيا، المهم ما تكونيش قاريه، المهم فكري في الزواج. ما سوقهمش هما، سيري انتحري لزامبيا ولا سيري انتحري في الهند ولا سيري قلبي على اي واحد. المهم التفكير ديالك خاصو يكون هو الزواج والانجاب. ما تفكريش توعي، ما تفكريش تقفي، ما تفكريش لينا تربي لينا اجيال واعيه. تسطيتي واش انت حماقيتي تربي لينا اجيال واعيه؟ وحنا فين غنمشيو؟ وحنا الاسياد فين غنمشيو؟ وحنا خصنا عبيد، خصنا عبيد نسوقوه، حنا خصنا اللي يخدم علينا، حنا خصنا الثروات ناخذوها ونتبرعوا بها حنا، تبرعوا بها حنا وولادنا. نتوما ما خصكمش تهزوا الراس، نتوما ما خصكمش تشوفوا بعيد، نتوما ما خصكمش تحلموا. ماشي من حقكم تحلموا، ماشي من حقكم يكون عندكم هدف في الحياه، ماشي من حقكم ديروا كارير، ماشي من حق ولاد الشعب تاهما يوليو وزراء، ولاد الشعب تاهما يوليو كيفهموا، ولاد الشعب تاهما يوليو اطباء، تولي عندنا طبيبه، وتولي عندنا دكتوره، وتولي عندنا محاميه، وتولي عندنا قاضيه، وتولي عندنا. لا، حنا خصنا الاغلبيه تكون كتفكر فقط في الزواج والانجاب فقط لا غير، ما خصها تفكر حتى شي حاجه. راه كما قلت لكم باغين جوج ديال الانواع ديال النساء، باغين وحده تقليديه كتفكر فقط في الزواج والانجاب، وباغين وحده كتقحب. صافي، هذا هو السيستم، هذه هي استراتيجيه ديال التصهين، ديال المتصهينين. راه اكثر من نصف الشعب ولا متصهين، حيت ما بلا ما يعرف، بلا ما يعيق ولا متصهين، بلا ما باغين الاسر على هواهم، باغين يكونوا الاسره على هواهم. ما باغينكش انت، ماشي من حقك تحلم، انت ماشي من حقك يكون عندك هدف، انت ماشي من حقك تولي استاذه وتولي طبيبه وتولي دكتوره وتولي. هما اللي خصهم يوليو شي حاجه. انت خصك تبقاي كتفكري فقط في الانجاب، تبقاي تبيضي وتجيبي لنا اجيال متخلفه ومكلخه. والله يجعله يكون ولدك هندي ولا يكون باكستاني ولا يكون ما عرفت شنو زامبي ولا يكون ما عرفت شنو. المهم خصكم تبقاو محافظين على التخلف، وعقليتكم ما خصهاش تطور، وخصكم تفكروا فقط في الزواج والانجاب، لا للنساء لا للرجال. صافي، هذه هي الحياه. وحنا كاسياد خصنا نتحكموا فيكم، وخصنا ناخذوا لكم فلوسكم وناخذوا لكم ثرواتكم ونخليكم مضاربين مع بطاطا ومطيشه بشحال. صافي،
خاصنا نكونوا اسر بحال هكا تبقى بحال افون بحال بكري. خاص الاسره ترجع بحال هكا تبقى مضاربه مع مطيشه والبصله والفاتوره ديال الكهرباء وديال الماء وديال هادشي. صافي ما خصكمش تفوتوا هادشي. نتوما بغيتو تحلموا، بغيتو يكون عندكم اهداف، وبغيتو ديروا كارير، وبغيتو واش نتوما تسطيتوا؟ حنا فين نمشيو؟ حنا اشنو غنحكموا؟ حنا خصنا عبيد نحكموا، حنا خصنا عبيد نستافدوا منه ونزيدوه يخدم الخدامي ديال والو باش نستافدوا منه. حنا خصنا مرأة أمية كتفكر عا في الزواج والإنجاب، وخصنا راجل حتى هو أمي كيفكر غيتزوج ويجيب أطفال. حنا ما خصناش ناس واعية، حنا ما خصناش شعب واعي. حنا على الوعي كنحاربوه بكل جهد واجتهاد. حنا دابا حطينا مؤثر، عطيناه وسام ودرناه انه من المؤثرين الواعرين. علاش؟ لان خصنا بحال هذاك، خصنا مثال، خصنا بحال هذاك يكون مثال باش الشباب يوليو بحاله، يوليو تافهين بحاله، يوليو راسهم خاوي بحاله. حنا خصنا واحد بحال هذا نشجعوه. حنا ما خصناش نشجعوا واحد متطور، واحد كيوعي. حنا ما خصناش وحده كتوعي، وحده متطوره. حنا خصنا بنادم المكلخ هو اللي نرفعوا ليه القناة ديالو، هو اللي نقولوا ليه انت اكبر مثال على انت اللي كتمثل المغاربه، وانت اللي خاصك يضربوا بك الناس المثال. واش شفتوا السياسه ديال التصهيونيه؟ واش شفتوا السياسه كي دايره؟ شفتوا الميساجات اللي كيصيفطوا لكم؟ لان المراه الواعيه، المراه المثقفه ولات كتخلعهم المراه الواعيه، المراه المثقفه. انت ما خصكش، لانك انت اللي كتصنعي الاجيال. كيف احنا خصنا نضربوا ديك الاجيال الواعيه؟ ما خصهاش تكون، خصنا نمحيو ليها الاثار. انت خصك تكوني فقط بحال البقره. انت خص التفكير ديالك يكون تفكير فقط كتفكري في الزواج والانجاب، ما خصش يكون عندك شي حاجه اخرى. والبنات ما تبقاوش تقولوا حتى نقراو حتى نتخدموا، ما كاين لا قرايه. شوف كل شيء ممكن ديروه ملي تزوجوا، ولكن الا فاتكم الزواج ما غتنفعكم لا قرايه لا حتى حاجه. دابا شوف المغربي ما عندوش مع القوه ديال المراه. المغربي والمراه القويه راه لا يلتقيان، واخا ما عرفتيش يقول لك، راه غير تزوجي به، غير يوصلوا الصهد تولي كدوزي من قدامه في الدار وكيشوفوك كيقول جينيكو قضيناها. نقولها مديره دابا تي مديره، كيقولها في خاطر هذه دابا هي مديره. كيقارن راسو بك وتيبدا هذاك لو مال اللي كيحس فيه في ذاك المقارنه واللي كيخرجوه فيك انت. يقدر عمره ما يقول لك راك كنتي احسن مني، هذا هو اللي ظهرني انا. غادي يخرج لك هادشي في شي حوايج اخرى، يولي ما باغيش يعطيك فلوس، يقول لك راك عندك فلوس طرفيتي، ما كنتي ما ناقصك الخير. واخا هو نهار عرفتي ما كانش تقرا، ولاني خونا مريض في راسو، وملي عرفك كنتي احسن منه مابقاش حامل. انت مغربي تي واللي باغي يشطط بحال شي دري صغير. شاف دري صغير حر كان صاحبه غا جاب حسن منه ويتخاصم معاه، قال لي عطيني الميمحات ديالي. احسنت. عندي في العائله ديالي واحد الاخت تزوجات بواحد الاخ عايش في لافرانس وقاري في لافرانس، وملي تزوج بها عقداته لانها هي قاريه في المغرب واذكى منه وقاريه عليه، فبسبب القرايه طلقوا. والديه قالوا لي خاصنا نجيبوا لك وحده اميه لان هذيك بزاف علينا، اون بليس القرايه كتعرف الطيب. فما نقولش لكم هاد السيد واحد الحسد ولا فيه ماشي طبيعي اكثر من الحسد ديال العيالات. ما تسرطاتش ليه ان امراه في المغرب مثقفه واعيه ذكيه عليه واون بليس كتعرف الطيب، يعني فيها شي مواصفات اللي هو ما يقدرش عليهم، وملي كيتلاقى بها كيبدل الطريق. مع الاسف بقى عندنا العقليه الذكوريه التي لا تتقبل ان المراه تكون عندها شخصيه وتكون واعيه وتكون مثقفه وتكون واصله. الراجل باقي عندنا ما كيتقبلش هذا الشيء. ومع الاسف كيف ما عندنا نساء واعيات مثقفات، عندنا كذلك نساء مع الاسف ما تمكنوش وما عندهمش هذاك الذكاء. ولكن المدرسة المغربية لم تساهم ولا تريد أن تساهم في توعية المرأة وتثقيف المرأة. ما كرهتش المغربيات كلهم يخرجوا شيخات أو يخرجوا عاهرات أو يكونوا تقليديات فقط كيطيبوا البسمن والبغرير والكسكسو وكينجبوا الأطفال.
مع احتراماتي لجميع النساء التي تطبخ، ولكن أنا عنيت بها أن زائد الطبخ خاصك تكوني أختي توعاي وتقراي لك واحد شويه، وعلى الاقل تكوني واعيه في بزاف الحوايج وبزاف الامور باش ماشي عليجه يقول بك، وباش تربي لنا اجيال واعيه ومتطوره. الشخصيه القويه ديال المراه كتخلع في المجتمع ديالنا. الناس المجتمع ديالنا ما كيبغيش الشخصيه قويه، ماشي الراجل، المجتمع كله حتى النساء ما كيبغيوش مراه قويه. داكشي اللي كتعكسيه الواحد اللي كيكون باغي يكون هو ما قادرش. ما كاينش يخرج من ديك البلاد ما كيخرجش مريض، ما كاينش. سا جو فو الكارونتي بنات وولاد. اما البنات ديالكم صافي هذوك غير غسل عليهم يديك. المغربيات غسل عليهم يديك، ما تقربش مرضو واحد المرضى خايبه لا فام ماروكان خيابت، لان هي سيت اللي كيدوا سوفي لا ناسيون، هي اللي خصها تنوري شي ولاد الولد، هي خايبه ولا خيب منها.